الرهان لإحقاق الحق وليس لسلب حق من الحقوق لأي إن كان. سيد محمد زين الشريفي، في نفس السؤال تقريبا وفي نفس النقطة، المغرب يربح نقاط كما قلنا على حساب في بعض الأحيان على حساب الجزائر في العمق الإفريقي، هل هذا صحيح؟ صحيح 100%. بالإضافة إلى الكلام اللي قاله الأستاذ عبد الرحمن في هذا الموضوع، لابد أن نعرف طبيعة المجتمع المغربي والحكومة المغربية. خلينا من الملك باعتبار أنه في القمة. الحكومة المغربية لحد الآن من الدخول في إفريقيا، المغرب لم يدخل إفريقيا، ولكن الشركات الأوروبية الموجودة الأمريكية والإسبانية بأموال ضخمة اللي موجودة اليوم في المغرب هي التي دخلت الأسواق الأوروبية. كمثلا الطيران، شركة الطيران المغربي اليوم يصل تقريبا إلى 90% صحيح الإفريقية. صحيح. بينما احنا الجزائر مازال ما وصلتش لحدها. صحيح. ما تقدرش تمشي الطيارة من نقص مدينة، يقولوا هكذاك. خلينا نضرب من التعطيل اللي موجود في المطارات والمشاكل اللي رايحه بها المواطنين سواء في العيش او في العمره او في الدول الافريقيه. هذه الامور لا تراها في المغرب. اولا قبل كل شيء لديهم جديه في العمل، وثانيا الصرامه في العمل، وثالثا ان كل شيء بالمقابل، يعني ما كاش تسيب. هذه الشركات هذه هي اللي مكنت المغرب باش تحط رجليها على مستوى هذه الدول. ضيف الى ذلك الدبلوماسيه المغربيه، الدبلوماسيه المغربيه متحكم فيها كما ينبغي، ولديها لوبيات في كل الدول. صحيح. وتستعمل أطراف غير دبلوماسية من رجال الأعمال ومن مقاولين ومن سياسيين ومن رياضيين وأطباء وعلماء، كل تستعمل كل ما هو لصالحها في الميدان الخارجي. بينما نحن نعيش اليوم ازدواجية سياسية ودبلوماسية على مستوى عالمي. من هو الذي يمثل الجزائر وزارة الخارجية؟ من هو الوزير فينا احنا؟ أشكون هذا الوزير؟ الوزير الثاني. للأسف الشديد أن الازدواجية هذه نعاني منها لحد الآن. جميل. وصلنا إلى الازدواجية، نقطة مهمة كنت سأطرح عليه السؤال هذا سيد محمد زين الشريفي. كنت سأطرح السؤال هذا على السيد عبد الرحمن هنانو بصفته ناشط سياسي تقريبا على المستوى الداخلي ومطلع على شؤون العلاقات الدولية. سيد عبد الرحمن هنانو، ازدواجية دبلوماسية تقريبا ليس لها مثيل في العالم. تقريبا أثرت في المرحلة الأخيرة على عمل الدبلوماسية الجزائرية. حتى أكون متوازنا أنا شخصيا وأنظر بنظرة أكثر واقعية وعلمية حتى، يعني ما الهدف الذي رأت الحكومة الجزائرية أو الجهاز التنفيذي الجزائري أو من يسير الجزائر بأن يخلق رأسين لوزارة واحدة؟ اعتقد كان الهدف هو انه، يعني ربما الهدف اعتقد انها النيه كيف كانت، هي انه هذه الملفات الثقيله في افريقيا وفي المغرب العربي وفي كذا وغير ذلك تحتاج الى تفرغ كبير جدا، يعني والسياسه الدوليه او العلاقات الخارجيه الجزائريه بصفه عامه بكل ما فيها من حرير وشوك لابد لها أيضا من إطار شامل اللي هو وزير الشؤون الخارجية السيد العمامرة والإفريقية والمغاربية وكذا، خص لها يعني طبعا عندما نقول وزير عن الجزائر هذا راح يكون يعني هو استراتيجي للجزائر، ولكن كي تقارن تقول فيه بلدان أخرى عندهم مثلا ميناء طنجة اللي هو الأول إفريقيا. كي نديروا الميناء تاعنا نتكلموا بعد. وقتاش نوصلوا نديروا ميناء كما ميناء طنجة؟ راح الميناء راح نديروه. علاش هو أحسن منا يعني؟ الجزائر الوسط. نعم. راح ننطلقوا فيه الإشغال قبل نهاية السنة. راح يكون أكبر ميناء البحر الأبيض المتوسط. متى يكون جاهز هذا؟ يكون جاهز ننطلقوا في ابتداء الاشغال استغلال في 2021. هل لدينا الامكانيات الماديه والجزائر تعيش ربما ازمه ماليه؟ قلت لك الاشغال تنطلق في اخر 2016. المعنى انه كل ما يربط التموين وفية للموانئ علامة ميناء صديق للبيئة لميناء طنجة المتوسط المغربي ليصبح أول ميناء إفريقي يحصل على هذه العلامة. العلامة هي ميزة تسلم للموانئ التي تحترم المعايير البيئية الدولية في مختلف عملياتها. ويهدف ميناء طنجة إلى زيادة حركة نقل الحاويات إلى 3.5 ملايين حاوية بحلول عام 2020، إضافة إلى خلق استثمارات للقطاع الخاص تصل إلى 1 مليار